أخطر أنواع التغيير هو مو تغيير الأرض والبيت، بل تغيير الفكر. لما تسيطر على إنسان بالكامل أنت عم تعيد تشكيله حرفيا من الداخل. آلة بشرية متكاملة بتأثر وبتتأثر، وهذا هو التطبيع الحقيقي. تطبيع فكر مو فكرك، وقيم مو قيمك، وواقع مو واقعك. وشوفوا بعض المجتمعات اليوم اللي كانت مقاومة للظلم وضده صارت اليوم مبررة له، والتفسير النفسي لهذا الشيء هو الفكرة، لأنه كل شيء بلش بفكرة. وجوتا بيقول ما من شخص أكثر عبودية إلا شخص يعتقد خاطئا أنه حر، وعم تشوفوا هذا الشيء بعيونكم. في كتير ناس حذروا من فئة خطيرة، وهن المثقفين المستسلمين اللي بيحطوا كل قوتهم وعلمهم وثقافتهم وشهرتهم بالجانب القوي بدل ما يدافعوا عن الجانب الضعيف. اليوم بمجتمعك لما تروج لفكر غريب وتلبسه لباس الحداثة، انت ما بتكون عم تطور المجتمع، بالعكس انت بتكون عم تعمل له مسح ذاكرة. من واجبنا كمتعلمين ومثقفين في هذا المجتمع انه نحكي ونتناقش ونثقف بعضنا، ونحاول نوصل الصورة الحقيقية لأولادنا بالمستقبل ولكل الناس. لا تسمحوا لأفكار مستوردة ضمن صناديق مشعرة انه تسرق هويتكم، هوية السوري الحقيقي، الهوية اللي فيها فن وأصالة وثقافي وشعر وطب وهندسي وإعلام حقيقي، اللي فيها كل الصفات النبيلة. الفكرة مو بس رأي يا أصدقائي، الفكرة سلاح. وانتبه انت هلا حاليا شو عم تفكر، ممكن يكون مفروض عليك هذا التفكير بدون ما تحس. وتذكر انه كل شيء تغير بهالكوكب بالماضي هو سببه فكرة، وكل شيء نحن بالحاضر عم نعيشه هو سببه فكرة، وكل شيء رح نعيشه بالمستقبل هو سببه فكرة نابعة منك ومني ومن توجهاتنا وطريقة نظرنا للمستقبل. وسلامات.